في شهر تموز يوليو 1958 أعلنت الصحف العربية عن قيام الثورة على الحكم الملكي في العراق. تم إعلان قيام الجمهورية وإلغاء الحكم الملكي والإطاحة بالملك فيصل الثاني آخر حكام الأسرة الهاشمية في العراق. أذاع البيان الأول للحركة العقيد ركن عبد السلام عارف. قاد الثورة تنظيم الضباط الوطنيين والذي ترأسه عبد الكريم قاسم وصديقه عبد السلام عارف. أطاحت الثورة بالملك فيصل الثاني آخر حكام الأسرة الهاشمية في العراق، وقامت مجزرة قصر الرحاب الملكي في العاصمة بغداد، وتم قتل الملك فيصل الثاني مع مجموعة من أفراد الأسرة الهاشمية لينتهي عهد الأسرة الهاشمية في العراق، والذي دام حوالي 37 عاما. وفيصل الثاني هو ابن الملك غازي ابن الملك فيصل الأول ابن الحسين بن علي الهاشمي. كان فيصل الثاني قد تولى العرش عقب وفاة والده الملك غازي عام 1939، وأصبح ملكا تحت وصاية خاله الأمير عبد الإله. بعد قيام الثورة كان من المقرر إجراء انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، إلا أن منصب رئيس الجمهورية بقي معلقا لفترة، في حين تم تكليف نجيب الربيعي برئاسة مجلس السيادة الذي كان بمثابة رئيس للجمهورية الجديدة. بينما تولى عبد الكريم قاسم قائد الثورة منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. كان هناك العديد من العوامل التي أدت إلى قيام الثورة على الحكم الملكي في العراق، منها إجهاض ثورة رشيد علي الكيلاني وإخفاق الحكومات العربية في حرب فلسطين، ثم دخول حكومة نور السعيد رئيس وزراء حكومة الملك فيصل في سلسلة من المعاهدات آخرها حلف بغداد، والتي كبلت العراق ببنود هيمنة جائرة على موارده وسيادته وقراره السياسي. كانت ثورة العراق صدمة للدول الغربية خاصة بريطانيا، التي اعتبرت الثورة ضربة قاضية لحلف بغداد. أما واشنطن فقد اعتبرت الثورة أخطر صدمة تعرض لها الغرب منذ تأميم قناة السويس عام 1956. نالت ثورة العراق تأييدا من حكومة الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت، وهي مصر وسوريا، وتباينت ردود الفعل عربيا وعالميا. أما بريطانيا فقد رأت في الثورة نهاية لكل مخططاتها للسيطرة على العراق، والذي اعتبرته إرثا من مستعمراتها القديمة في الشرق الأوسط، خاصة أن حكومة نور السعيد كانت مؤيدة للسياسة البريطانية في المنطقة. يعد قيام الثورة في العراق صفحة تاريخية هامة في تاريخ العراق الحديث، بدأت معها حقبة جديدة من تاريخها وتاريخ الوطن العربي المعاصر، وكانت هذه نبذة تاريخية عنها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وشاركنا بتعليقاتك.